أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال، باذلا وسعي في استنقاذها من الموت والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عوراتهم وأكتم سرهم. اللي أنا قلته ده القسم اللي بيحلفه الطبيب قبل ممارسة عمله، واللي أهم جزء فيه هو إنه يستر عورات مرضاه ويكتم أسرارهم. لكننا اتفاجئنا بدكتورة نساء وتوليد عملت فيديو وطلعت قالت فيه إن بنت عمرها حوالي 14 سنة راحت لها مع 2 ستات كبار وقالوا لها إن البنت دي حامل جديد، ولما كشفت عليها لقيتها حامل في الشهر ال8. وبعدها والدة البنت طلبت منها أي طريقة إنهم يتخلصوا من البيبي، والدكتورة طبعا رفضت تعمل عملية الإجهاض. الفيديو أثار غضب ناس كتير قوي على السوشيال ميديا، لأنه مش بس جريمة إفشاء سر المريضة، لا وكمان الدكتورة قررت توجه سباب وشتائم للبنت وأسرتها بأبشع الألفاظ. الدكتورة أطلقت سيل من الأحكام المسبقة بلا أي معرفة، وما فكرتش اللحظة إن البنت الصغيرة دي أكيد ضحية لزواج مبكر أو اغتصاب، يعني البنت مجني عليها. والحقيقة إنها ما اكتفتش بالقصة الأولى، وكمان قررت إنها تفشي سر مريضة تانية لما راحت لها عشان تولد، وبعد ما ولدتها اكتشفت إنها متجوزة عرفي مش رسمي، ونزلت المستشفى وعملت محضر وطلعت برضه تحكي قصتها وتشتم فيها وفي تربيتها. وبكده الدكتورة تكون ارتكبت كوليكشن جرائم مركبة، يعني اشتغلت قاضي وجلاد بتحكم على الناس وتخوض في أعراضهم وكمان بتلاحقهم، وده مش دورها، وكمان بتفشي أسرار مرضاها على المشاع. يمكن الدكتورة ما تعرفش إن إفشاء سر المرضى بيعاقب عليه القانون المصري بالحبس 6 شهور، ده غير احتمالية تعرضها للشطب من نقابة الأطباء، بس الأكيد إنها تستحق الحساب.